وصلت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية عشية الخميس إلى العاصمة الرباط حاملة أجندة خلافات حادة طبعت مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين. وتجري وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها المغربي ناصر بووريطة مباحثات ثنائية اليوم، فيما من المقرر أن تتصدر أزمة التأشيرة وزيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب أجندات هذا اللقاء. واتضحت الأزمة بين فرنسا والمغرب بجلاء عقب الفراغ الدبلوماسي القائم بمغادرته لين لوغال سفارة فرنسا بالرباط وتعيين محمد بن شعبون سفير المغرب بباريس مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار. وتأتي كذلك الزيارة ساعات بعد الاتصال الذي أجراه الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئاً إياه على تأهل منتخب الديوك إلى نهائي مونديال قطر 2022. ومن المرتقب أن تتضمن أجندة النقاش قضية الصحراء والموقف الفرنسي منها، خصوصاً أن الخطاب الملكي سبق أن تحدث عن أن مغربية الصحراء هي المعيار المحدد للعلاقات بين المغرب والعالم، وتنتظر الربط من باريس حسماً صريحاً بالاعتراف بالسيادة على الأقاليم الجنوبية. وبعد أكثر من سنة ونصف السنة، لا يزال تشدد التأشيرة ساري المفعول كعقاب جماعي لعديد من المغاربة الذين يسافرون بانتظام إلى فرنسا لزيارات عائلية أو رحلات عمل أو إقامات سياحية، والذين يجدون أنفسهم ضحايا جانبيين لتدبير لا علاقة لهم به.